انا بصراحة ما عنديش مشكلة مع اللاعب اللي بيبقى بيفرك عشان يلعب. يعني اللعيب او الحارس المرمى او اللاعب اللي يقع في الملعب لما بيقعد دكة ويفرك كده عشان يلعب، انا بصراحة ما بيزعلنيش. اه لو عمل مشكلة بتبقى العملية صعبة شوية، لكن بتبقى عندي مشكلة مع اللاعب اللي ما بيفركش اصلا عشان يلعب. يعني ما عنديش مشكلة في ان الشناوي بصراحة يعني ان خارب الدنيا عشان يلعب ويلعب اساسي. انا ما بقولش ان يلعب على شوبير اساسي، تمام، شوبير في مستوى المفروض يلعب اساسي، ده وجهة نظر. بس الحمية اللي جوه اللاعب او السخونية ان يلعب زي الشناوي مطلوبة. في لعيبة ما بتعملش مشاكل حتى لو قعدت على الدكة، زي قفشه قعد سنتين على الدكه، انا بصراحه بتبقى عندي مشكله معاه. هتقول لي هو لاعب ملتزم ومؤدب 10 على 10 لا خلاف عليه، لكن كون ان ما عندوش الرغبه وانه يشاكس ويطور من نفسه وما يقبلش انه يقعد دكه، دي هنا المشكله. اما ان فكره اقعد وارتضي زي حراس كتير زمان في الاهلي انه يقعد 5 سنين دكه، يا عم اديني قاعد في الاهلي وباكل وبشرب واحلى عيشه واحلى قرشين، ده اللاعب اللي عندي مشكله معاه بصراحه. على عكس ما هو متداول ان اللاعب هو مؤدب وما بيعملش مشاكل بس ما عندوش الرغبه انه يلعب. انا بصراحه بحب اللعيبه نوعيه الشناوي، مش بتكلم في مستوى، انا بتكلم في الشخصيه، تمام. بحب اللعيبه اللي زي امام عاشور في الملعب. هتقول لي لاعب في مشاكل منه كتير، صح، لكن دايما عنده رغبه انه عايز يلعب، بيخرب الدنيا لو قعد دكه ماتشين ثلاثه ويفرك وينزل ياكل النجيله. عندي مشكله خالص مع اللاعب اللي بيريح ونايم يا باشا اديني قاعد في الاهلي وبقبض. فبصراحه ما بعرفش ازعل من اللعيبه دي. يعني شناوي مهما عمل عشان عايز يلعب ما بعرفش ازعل منه، بحسه ده رغبه كابتن عايز يلعب، عايز يبقى رجله في الملعب. دي حاجه تحسب له والله، ما تحسبش عليه، سواء هو او اللعيبه اللي شبهه عموما.